ثم لا أنسى أبدا أن أشكر في هذه اللحظة التي أعلن فيها لأول مرة بصفتي خادما لقناة الرحمة، أعلن فيها بفضل الله تبارك وتعالى الموقع الجديد. لا أنسى أبدا أن أقدم خالص الدعاء والشكر والتقدير لكل أحبابي وأبنائي من شبابنا الغيور المحب الصادق الذي وضع مواد القناة وبرامج القناة على كثير من المواقع على شبكة الإنترنت. أشكر لهم صنيعهم وأسأل الله جل وعلا أن يتولى مكافأتهم. وأشكر لكل مسلم صادق غيور يسمع مقطعا من هذه الحلقة مثلا مني أو من غيري من أهل العلم والفضل على شاشة الرحمة وعلى غيرها من الشاشات الطاهرة المباركة، لأنني والله الذي لا إله غيره أرجو الله عز وجل أن يوفق كل القنوات الفضائية الطاهرة العفة التي تبث الفضيلة والتي تحارب الرذيلة وتبث الحق بدليله وتنشر الهدى. أدعو الله لها ورب الكعبة أدعو الله لها. وليس معنى أنني لا أمتلك الآن من الصحة ومن الوقت ومن الجهد ما أظهر به على كل هذه القنوات كما كنت أفعل قبل ذلك، قبل أن أبتلى بهذا الابتلاء كنت أظهر على أي قناة ولا أتردد. فليس معنى أنني لا أظهر الآن على قناة أنني ممن يقولون بالحصرية، لا والله أنا ضد مسألة فلان حصري فلان حصري، والله أنا ضد هذا. وقد عاتبت أخي وحبيبي محمود حسان يوم أعلن الخريطة حين قال وفلان هؤلاء محصورون على قناة الرحمة، عاتبته وقلت له لا، لسنا من هؤلاء، فلسنا ممن يقولون فلان حصريا على قناة الرحمة وفلان، لا لست من هؤلاء أبدا، وليس هذا منهجا ندين لله به، بل ندعو الله عز وجل لكل أحبابنا وإخواننا وعلمائنا ومشايخنا أن ينفع الله بهم في أي قناة. وأنا ورب الكعبة أضرع إلى الله عز وجل أن يوفق كل إخواننا وكل علمائنا وكل شيوخنا وكل دعاتنا وكل طلاب علمنا ممن يظهرون على الفضائيات في أي فضائية أن نرزقهم التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يسدد رميهم وأن يعينهم وأن يجعلنا وإياهم من الصادقين. أنا هذا منهجي الذي أدين به ربي، وأقسم بالله على ذلك وسأسأل عن هذا القسم بين يدي الله تبارك وتعالى. فأنا أقول لكم أيها الأحبة أشكر في هذه اللحظات كل أخ يلتقط مقطعا هادفا نافعا مركزا لينشره بأي وسيلة من الوسائل، عبر موقع على الفضائيات على الإنترنت، أو حتى عبر فضائية أخرى من الفضائيات، أو حتى عبر الهاتف المحمول، أو أي موقع من المواقع على شبكة الإنترنت. أحييه وأترك مكافأته لله عز وجل، وأشد على أيدي جميع إخواني في العاملين في الفضائيات الإسلامية أو الفضائيات الهادفة. أسأل الله لهم التوفيق والإخلاص. والله ما منعني أن أظهر على أي شاشة أخرى من الشاشات التي كنت أظهر عليها، إلا أن ظروف صحية لم تعد تسمح، وأنا الآن مسؤول عن قناة الرحمة، فأخشى أن أسأل عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأمانة والوفاء، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يجنبنا الخيانة، إنه ولي ذلك